السلام عليكم. بالنسبه لدكاتره الامتياز وسنه رابعه، عايز برضه اديك نصيحه. معلش بديكم نصايح كده كل ما افتكر حاجه اقولها لكم. وانا قدكم في السن، في دكتور اداني نصيحه والله انا عملت بيها، وفعلا هي كانت السر في حياتي كلها. قال لي: طول ما انت بتعرف تشتغل في عياده ما تديش مجهودك لحد. طول ما انت بتعرف تقف في مكان لوحدك وتتحمل مسؤوليته لوحدك ما تديش مجهودك لحد. حتى لو بتعرف بتشتغل بنسبه 40 50% ما تديش مجهودك لحد. يعني ايه يا شباب الكلام ده؟ يعني انا بقول لك انت بتتخرج من الكليه مش بتعرف تشتغل اي حاجه غير اساسيات بسيطه جدا كامل حال اشتغلتهم في الكليه وخلاص. لما تيجي تقف مع دكتور تتعلم في عياده، اقف لو انت في استفاده للمكان. لو انت الدكتور ده هيضيف لك حاجه، هيديك معلومه جديده، هتشوف عنده حاجات معينه، الحاجات دي انت محتاج تعرفها، محتاج تمارسها، محتاج تشوفها. كل الكلام ده مهم جدا وحلو، انما انت تقف في مكان ما بيديكش اي اضافه او اي استفاده ملوش لازمه تضيع وقتك فيه. يعني ايه؟ انت مثلا اتخرجت من الكليه، لو انت وقفت شويه في الامتياز واستفدت من دكاتره اكبر منك وبدات تدوس في الحالات كتير، السمبل اكستراكشن هو الخلع البسيط، حالات الاطفال، الحشو الخفيف، حشو العصب البسيط. لو بتتكلم في حشو عصب بسيط في سن اماميه او في ضروس ضاحكه اللي هي البريمولرز، يعني حلو تعرف تعمل ده. لو بتعرف تعمل اوبريتيف او حشو عادي ده كويس جدا. لو بتعرف تعمل خلع سمبل اكستراكشن ده بالنسبه لي كويس جدا انك تقف في عياده لوحدك، سواء مثلا انت مأجر، سواء في مستوصف، سواء في عياده في منطقه شعبيه، سواء واخد شيفت معين في عياده. لو بتعرف تعمل الحاجات دي توكل على الله. طول ما انت بتدي وقتك مثلا في عياده تانية بياخد منك مجهود كبير وما بيديكش اي حاجه. انا مش بتكلم في ماديات، الماديات حطوها على جنب وما تنتظرش فلوس في الاول. ما تستناش انك تقف في عياده عشان تاخد فلوس، اللي هيبقى فكره الفلوس مش هيعرف يعمل اي حاجه. انت اهم حاجه العلم اللي هيجيب لك فلوس بعد كده. فطول ما انت بتشتغل في عياده عند دكتور مثلا، او بتقف تتدرب عنده، او بتشاهد وما تاخدش فلوس بس بتلاقي العلم، دي حاجه مهمه جدا. والعلم ده بفلوس، يعني العلم ده انت المفروض تدفع له فلوس اصلا عشان تاخده. انت لو كنت في الكليه كنت المفروض تدفع فلوس عشان تاخد العلم ده، فالكليه مش هتديك كل العلم ده. ولكن انت لو واقف عند دكتور وفي اضافه ليك جديده او في استفاده ليك، جو اون واستمر فيها. مع العلم ان فتره الامتياز فتره شقه وتعب، لازم تموت نفسك في الشغل، تشتغل في مكان الصبح سواء مكان حكومي او مكان تاني. الحاجه الثانيه، لو انت واقف عند دكتور مجرد اسيستنت بس كده، ان انت مثلا بتسكشن، بتناوله قطنه، بتجهز المريض، وانت شايف ان مفيش اضافه، يبقى ملوش لازمه خالص. لان في بعض الدكاتره باحترامي بيحبوا المظاهر شويه، اللي هو مثلا ايه، فرحان بالامتياز اللي تحتيه، او الدكاتره الصغيرين في عيادته، يعني ده بيدي مظهر ليه في عيادته. او مثلا في دكاتره بتحب اللي هو مثلا ايه، يستغل اللي قدامه كاسيستنت من غير ما يدفع له فلوس. فانا بالنسبه لي لو انت الموضوع فيه استغلال وانت ما فيش اي اضافه، ما تضيعش مجهودك يا ابني. توكل على الله، اشتغل لوحدك عشان تعرف تضيف حاجه لنفسك وتعرف تاخد الخطوات اللي بعد كده. انت عمرك ما هتتعلم غير لوحدك. الموضوع عندنا في مصر سيلف ليرنينج، تعليم لوحدك. بس برضو النقطه الاهم، ما تفتحش قلبك في الشغل. يعني ما تجيش انت تخش مثلا حاله معينه ما اشتغلتهاش ومش عارف ايه تفاصيلها تخش بقلب جامد، لا. اسال وما تمشيش على الوصف. انت ما وصلتش للمرحله دي دلوقتي، جايز بكره توصل للمرحله دي. يعني مثلا انا في مرحلتي دلوقتي ممكن اعمل حاله بالوصف. انا اشتغلت كتير ودوست كتير وشفت حالات كتير، فممكن لو جت حاله مثلا تقيله عليا الوصف اقدر انفذ لان عارف كل الخطوات. بعد كده هتوصل المرحله دي بعد كده. انما في الاول لازم اندر سوبرفيجن. لو في حاله تقيله لازم تريفير لدكتور اكبر منك وتشوفه الاول بيشتغلها ازاي. بلاش تسمع وعايز تنفذ ويبقى مستعجل، لا، شوف الاول التريكس بتاعته، البوزيشن بتاعه ازاي، مسكته للمشرط ازاي، بيتعامل مع الحاله ازاي، اشتغلها ازاي، وبعد كده تقدر تطبق ده فيما بعد. انما تبدا لوحدك بقلب جامد، لا. انت مش بتتعامل مع مكن، انت بتتعامل مع مريض بني ادم في الاول وفي الاخر، ليه احترامه وليه قسم احنا مشينا عليه. فما تجربش في مريض. انت شوف الحاله لو تقيل عليك في الاول ما تخشش فيها، شوف الكبير او الاكبر منك هيشتغل فيها ازاي ثم نفذ بعد كده. والنصيحه اللي بقولها لك برضو، طالما عارف تشتغل اي حاجه سيمبل في الاسنان ما تضيعش وقتك عند حد بيستغلك. ابتدي اشتغل انت لوحدك، عافر، ابدا اقرا كتير، ذاكر كتير، شوف حالات كتير، اشتغل كتير جدا قد ما تقدر، وربنا يوفقكم ان شاء الله.